السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ غايه الحمد لله، انا راني بخير وانتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو بخير وصحه وعافيه يا رب العالمين. نقول لكم نهاركم مبروك. نقول لكم يعطيكم الصحة على التعليقات، ونشكركم بزاف المشتركين جدد اللي دخلوا القناة، ونقول لهم مرحبا بكم ويعطيكم الصحة وربي يحفظكم وربي يجازيكم كل خير. ونقول لي ما راش مشترك في القناة فضلا وليس امرا اشترك، مرحبا به. مرحبا بكم القناة قناتكم. ربي يجازيكم كل خير، نشكركم بزاف على اللي جام وعلى التعليقات، وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. انا هنا كما شفتوا جيتكم بوصفه خفيفه ظريفه، كما تعرفوا وصفاتي دائما يكونوا ساهلين ومكونات سهله وبسيطه، وتجي كل حاجه اللي نحطها راني نحطها كما يقولوا بمصداقيه، يعني حتى نجربها ونشوفها باللي بنينه وتخرج مليحه باش نحطها لكم في القناه. هنا كما شفتوا عندي السلق، جيتكم مقبله تاع السلق، وصفه بزاف بنينه، وصفة يعني واش نقولكم رائعة بسيطة ولكنها راقية، تحطيها كمقبلة. هنا كما شفتوا انا عندي الربطه تاع السلق، غسلته مليح، غسلته زوج خطرات، غسلته الاولى بالماء والخل، وزدت غسلته بالماء، صفيته كامل من هذاك الخل، ومن بعد قطعته كما شفتوا، حطيته في الكسكاس وضفت عليه الملح. وبعد ما فار السلق تاعي يعني سبانخ اللي ما يعرفش السلق، هنا عصرته من الماء وحطيته في هذا لو بول هكا كما شفتوا، وهكذا راني نرحي فيه، نرحيه كامل، يعني مش ترحيه قاع ترحيه شويه يعني هكذا كما شفتوا. وصفه بزاف بنينه تجي رائعه. يعني تحطيها مع صوص طوماط ولا تجي شابه بزاف. لهنا بعد ما رحينا لهذاك السبانخ تاعنا السلق، ضفت عليه معدنوس كنت مقطعاته كما راكم تشوفوا، معدنوس، وضفت عليه سنينه واحده برك تاع توم، هي حسب الكميه، لا كنتي درتي كميه كبيره ديري تحبي ديري الثوم بزاف ديريه، ولكن انايا مادام الكميه قليله درت غير سنينه واحده تاع الثوم كما شفتوا. ضفت عليها الحبه تاع البيض، هكذا. وبالنسبه لي زيبيس عندي فلفل الكحل، وعندي زنجبيل وكركم، وعندي مغرف تاع ماكله بصح ما تكونش معمره بزاف كما راكم تشوفوا تاع فارينه. هنا اللي تحب ديرلو بولي ولا ديرلو فيونداشي مقلي ولا دبري راسك انت واش تحبي ديري، انا ما درتش فيه حتى اضافات كما نقولوا. هنا درت فلفل عكري حلو مرحي. تحبي تزيدي البولي، تحبي تزيدي الطون تقطريه مليح من الزيت، البولي يعني تقليه وحده ومن بعد تضيفيه معاه. تحبي ديري بولي اشي ولا فيونداشي هكذا، ومن بعد تخلطي كامل المكونات مع بعض. بالنسبه للفارينه انا ما كاش عندي لا شابلور، درت الفارينه، واللي عندها لا شابلور تحب دير لا شابلور دير لا شابلور. هنايا ديري مغرف صغيره برك باش تلملك مليح وصاي. ولهنا كما شفتوا تبدي تشكليها بالمغرف، يعني ترفدي بالمغرف تسقميها بالفرشيطه وتحطيها في المقله بعد ما يحمى الزيت، يعني يسخن الزيت مليح. تجي مقبله رائعه صراحه، انا قداه من خطره نديرها، وهاد الخطره قلت والله غير نشارك الوصفه هذه مع الاخوات والامهات ومع المشاهدين كامل، يعني يدوا افكار، او جاي رمضان يعني واحد يحب يدير حاجه هكا. وهنا كما شفتوا بعد ما نحيتها من
باش بابي سويطون باش عفوا نشفت من الزيت. هنا شبعتها كما شفتوا، كنت بريباريت لها صوص طوماط بالثوم، وحطيت لها كما شفتوا الحار والزيتون، وزدت لها رشه معدنوس، وقطعت حبه بيض على 4 وشبعت بها. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها بزاف شباب. والبنه حاجه اخرى جربوها، وهنا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم.